أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا في كل مكان. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة الارتيان. نستهلها بالعناوين. تنظيم سيمينار حول الصحة ونمو الأطفال فكرا. جهود لخفض الإصابة بالملاريا في إقليم شمال البحر الأحمر. مديرية نافع تشهد غرس أكثر من 60,000 شجرة. كيم جون أون يؤكد لبوتين بأن كوريا الشمالية ستقف مع روسيا. ارتفاع معدل الفقر في الولايات المتحدة لأول مرة منذ عام 2010. وعشرات الضحايا في حريق بمبنى سكني في فيتنام. أهلا بكم. أفاد مسؤول وزارة الصحة في إقليم عنسبة في السيمينار الذي عقده في مدينة كرن خلال 8 من سبتمبر أن من المهم زيادة معرفة صحة الأطفال ونموهم بشكل عام ودور حليب الأم وغذاء الأطفال بشكل خاص. وأوضح الدكتور هينوك صحيا أن حليب الأم ضروري لنمو الأطفال الجسدي والعقلي، مضيفا أن التغذية أمر بالغ الأهمية خلال السنوات الخمس الأولى من حياة الإنسان، وخاصة مميزات الذكاء للأطفال الذين يرضعون طبيعيا. وذكرت مسؤولة وحدة التدبير المنزلي السيدة سابا مسفن أن حليب الأم تنخفض كميته ومحتواه بعد 6 أشهر، ويجب تقديم الغذاء المتكامل للطفل لنمو جيد بعد هذه الفترة. وشدد المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية العقيد تسفاسيون جرماي على أهمية الرعاية الشاملة والتغذية للأطفال، ودعا الهيئات ذات الصلة إلى العمل معا لرفع مستوى الوعي وفهم المجتمع. وقال سكرتير الجبهة الشعبية الديمقراطية والعدالة في إقليم عنسبة السيد هيلة ولد برهان إنه من المهم تعزيز التربية الرائعة للأطفال في المجتمع بمعلومات وأساليب مفيدة، داعيا وزارات الزراعة والصحة والثروة البحرية للتعاون لرفع إنتاج الغذاء المتكامل للأطفال. وقدم في المناسبة عرض فني يتماشى مع البرنامج، كما أقيمت مسابقة معلومات عامة بين النساء. بدوره أفاد مكتب الصحة في إقليم شمال البحر الأحمر تواصل الجهود للسيطرة على مرض الملاريا الذي ازداد من عام 2020 وحتى 2023. وأوضح مسؤول وحدة السيطرة على الملاريا السيد ميكائيل حاجوس أن توظيف الكادر الصحي يأتي في الأولوية في الجهود الجارية إلى جانب حملات النظافة وتوزيع الناموسيات وحملات التوعية الصحية ورش المبيدات الحشرية. وذكر بأن مديريات قلعلو وقندع وشعب ومسوى وفعبت وفروع شهدت الإصابات بالملاريا بكثرة، مشيرا إلى أن حياة الترحال وأنشطة التعدين التقليدية والنقل عبر الحدود من مسببات استفحال الملاريا. ودعا جميع المواطنين للمساهمة الجماعية لمكافحة الملاريا بالقيام بأنشطة النظافة الأسبوعية والاستفادة الجيدة من الناموسيات الموزعة مجانا، والتوجه إلى أقرب مؤسسة صحية لإيذاء الإحساس بأعراض الملاريا. وذكر العمل منذ فترة طويلة في إقليم شمال البحر الأحمر لمكافحة الملاريا. أعلن مسؤول الغابات والحياة البرية في مدينة نعفا السيد تسفى ألم زود زرع أكثر من 62,000 شجرة في المديرية. وأضاف أن البرنامج أطلق في شهر مايو الماضي بإشراف خبراء الزراعة، وشمل بناء المدرجات والحواجز المائية. وأضاف أن أنشطة التشجير تمت في المحميات والأراضي الجرداء والمدارس ودور العبادة، وتوجد الشتول في وضع جيد نتيجة موسم مطري غزير. وذكر بأن السكان قاموا أيضا بأنشطة الحفاظ على التربة والمياه التي تنظمها إدارة المديرية. وقال إن أنشطة الحفاظ على التربة والمياه بشكل عام وبرامج التشجير بشكل خاص تحقق نتائج مشجعة، داعيا لمتابعة ورعاية الشتول لضمان نموها. تلقت 29 معلما من 4 أقاليم دورة تدريبية لشهر في لغة الإشارة وتدريس الصم. وأوضح الأستاذ مدح يوهنس أحد المشرفين على التدريب في مراسم التخريج في 9 من سبتمبر في مدينة كرن أن التدريب كان أساس على لغة الإشارة، وأضيفت عليه للأهمية عملية تدريس الصم.
وشدد على أهمية مثل هذه الدورات التدريبية التي يجب مواصلتها. وقال رئيس جمعية الصم السيد ولد ميكائيل سيلم إن تدريس الصم يحتاج إلى قدرات خاصة، وسيكون للدورة التدريبية إسهام كبير في هذا المجال. من جانبه أوضح مسؤول التعليم في إقليم عنسبة الأستاذ كفلاي عند ميكائيل ومسؤول تنمية القدرات البشرية في وزارة التعليم الأستاذ قرماي قبرهوت أن الجهود تبذل لتوسيع لغة الإشارة، وتعمل هذه الدورات في الإيفاء بمتطلبات الصم. وشهدت مناسبة التخرج مناش التعكس والمعرفة المكتسبة. تم إقامة جمعية المتطوعين للتبرع بالدم في مدينة تسناي لرفع كمية التبرع التوعي بالدم. وقد نظم بالمناسبة سيمينار تنويري لموظفي المؤسسات الحكومية والاتحادات الوطنية وأفراد قوات الدفاع حول أهداف الجمعية، وهم زيادة عدد المتبرعين التوعيين بالدم. وقال المدير الطبي لمستشفى تسنية الدكتور قدي قبر ولد إن الجمعية ستلعب دورا مهما في التخفيف من حدة المصاعب التي كانت لعدم وجود جمعية طوعية للتبرع بالدم. وأوضح ممثل بنك الدم في مديرية تسنية السيد سامييل ولد مريم فوائد التبرع بالدم للمتبرع والمتلقي، وذكر بضرورة غرسها كثقافة في المجتمع. وأوضح المشاركون أنهم سيعملون من أجل تطور الجمعية لضمان إمدادات الدم الآمنة. وقال السيد برهان سيوم عضو الجمعية الذي تبرع بالدم 22 مرة إن التبرع بالدم ليس له عواقب بل فوائد، وحث جميع المواطنين على إزالة المفاهيم الخاطئة عن التبرع بالدم والمشاركة بوعي لإنقاذ حياة الضحايا. مشاهدينا فاصل ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. أنهى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعه بالزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون في قاعدة فوستشن الفضائية بأقصى الشرق الروسي. وكان زعيم كوريا الشمالية صرح في مستهل المباحثات بأن بلاده ستقف على الدوام مع روسيا. في المقابل ألمح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن روسيا يمكن أن تساعد كوريا الشمالية على بناء أقمار اصطناعية. وعندما سئل عما إذا كان سيبحث مع الزعيم الكوري الشمالي إمدادات الأسلحة، قال بوتين إنهما سيناقشان كل القضايا. وتفقد الزعيمان منشآت لتجميع وإطلاق صواريخ فضائية في قاعدة فوستشن بأقصى الشرق الروسي حسب ما أعلن الكرملين. ويرافق كيم في زيارته إلى روسيا كبار المسؤولين العسكريين بمن فيهم المارشال بالجيش الشعبي الكوري باك جون شون ومدير إدارة صناعة الذخائر جو شون رونغ. ارتفع معدل الفقر في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 4.6 نقطة مئوية في عام 2022 وفقا لبيانات جديدة صادرة عن مكتب الإحصاء الأمريكي، وهو أول زيادة له منذ عام 2010. وبحسب بيان صدر عن المكتب ارتفع مقاييس الفقر التكميلي الذي يقيس الدخل والمزايا بالإضافة إلى البرامج الحكومية مثل استرداد الضرائب وطوابع الغذاء إلى 12.4% في عام 2022. بالإضافة إلى ذلك كشفت البيانات أن 92.1% من سكان الولايات المتحدة حصلوا على تغطية تأمين صحي لعام 2022 بأكمله أو جزء منه مقارنة ب 91.7% في عام 2021. لقي 11 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب أكثر من 50 آخرين إثر حريق هائل في مبنى سكني بالعاصمة الفيتنامية هانوي. وقالت وكالة الأنباء الفيتنامية إنه إثر الحريق تم إنقاذ نحو 70 شخصا ونقل إلى المستشفيات 54 آخرين بينهم عشرات القتلى. وحسب وسائل الإعلام نقلا عن الشرطة فإنه تم إخماد الحريق الذي لم
لم تتضح أسبابه بعد، والذي التهم جزءا كبيرا من المبنى المكون من 10 طوابق ويسكنه نحو 150 شخصا. ولا تزال فرق الطوارئ تبحث عن مزيد من الضحايا، وتخشى السلطات من ارتفاع العدد. الخبر الأخير في هذه النشرة: أصدرت السلطات الفرنسية قرارا بمنع شركة أبل من بيع نوع محدد من هواتف آيفون على أراضيها بسبب مخاوف من الإشعاعات الضارة بالإنسان والتي تصدر عن تلك الأجهزة. وأعلنت الوكالة الوطنية للترددات في فرنسا منع شركة أبل من بيع أجهزة آيفون 12 على كامل الأراضي الفرنسية، وقدمت إخطارا رسميا بضرورة سحب كل الأجهزة من السوق، وطلبت سحبها أيضا من أيدي المستخدمين. أما السبب فهو تجاوز أجهزة أبل لحدود معدل امتصاص الطاقة الذي تحدده لوائح فرنسا. علاوة على ذلك، على أبل جعل أجهزة آيفون 12 التي تم بيعها بالفعل في المنطقة انطلاقا من عام 2020 أن تتوافق مع حدود معدل امتصاص الطاقة المسموح بها، وعلى أبل إصدار بيان امتثالها بهذه الإجراءات خلال 15 يوما. ختام نشرة هذا المساء، إليكم أبرز ما جاء فيها. تنظيم سيمينار حول الصحة ونمو الأطفال في كرن. جهود لخفض الإصابة بالملاريا في إقليم شمال البحر الأحمر. مديرية نعفة تشهد غرس أكثر من 60,000 شجرة. كيم جون أون يؤكد لبوتين بأن كوريا الشمالية ستقف مع روسيا. ارتفاع معدل الفقر في الولايات المتحدة لأول مرة منذ عام 2010. وعشرات الضحايا في حريق بمبنى سكني في فيتنام. انتهت النشرة، إلى اللقاء.